أنا اللي بيتقال عليه قليل البخت، اللي دايما بيحاول إنه يعيش في هدوء، لكن دايما للأسف حياتي كلها دوشة. بالظبط كده عامل زي الدكتور رفعت إسماعيل، الشخصية المشهورة واللي ابتكرها الدكتور أحمد خالد توفيق الله يرحمه. طبعا أكيد كلكم دلوقتي عايزين تعرفوا أنا بقول كده ليه، وطبعا مستغربين من كلامي ده. وقبل ما أقول لكم أنا قلت كده ليه، هحكي لكم الحكاية بتاعتي. الأول أعرفكم بنفسي. أنا سليم محفوظ الأنصاري. دلوقتي عندي 27 سنة، بكالوريوس تجارة. المفروض يعني أبقى محاسب، لكن من ساعة ما اتخرجت من الكلية واخدت البكالوريوس وأنا بشتغل أي حاجة. بشتغل في وظايف ملهاش أي علاقة بالتجارة أو المحاسبة. مرة تلاقيني فرد أمن، ومرة بياع في صيدلية، ومرة تلاقيني بياع في محل ملابس، وساعات بشتغل قهوجي. اشتغلت قهوجي. المهم إن في كل شغلانة اشتغلتها كان بيطلع لي عفريت. عفريت بجد. باختصار، عارفين المثل اللي بيقول بيطلع له في كل خرابة عفريت؟ أهو أنا بقى ده. بس أنا بقى كان بيطلع لي في كل شغلانة عفريت. وأول حكاية عايز أحكيها لكم دلوقتي، وقت ما ربنا كرمني ولقيت وظيفة عن طريق الإنترنت، محاسب بشهادتي. بس للأسف الوظيفة كانت في القاهرة، يعني المفروض هسافر وأعيش هناك. وقتها قلت في عقل بالي، والله وزهزهت وضحكت لك الدنيا يا واد يا سليم. قاهرة قاهرة، المهم الوظيفة، محاسب ومكتب، وهعيش حياتي. وما كدبتش خبر، حضرت شنطة الهدوم بتاعتي وركبت القطر ورحت على القاهرة. وأكيد طبعا هناك اللي يسأل ما يتوهش. وقدرت أوصل لعنوان الشركة اللي المفروض هشتغل فيها، وعملت المقابلة الشخصية، والحمد لله اتقبلت وقدمت الورق بتاعي، وعينوني محاسب قد الدنيا وبشهادتي بكالوريوس التجارة. بس وقتها كان في عندي مشكلة، هو أنا هعيش فين؟ أنا عمري ما نزلت القاهرة ولا أعرف فيها حاجة، والشركة برضو ما بتوفرش سكن للموظفين المغتربين اللي عندهم. وعلشان كده سألت موظف كان موجود وقتها. أنا من اسكندرية ومعرفش حاجة في القاهرة، وصراحة ما صدقت ألاقي شغلانة بالمؤهل بتاعي. بس المشكلة دلوقتي هعيش فين؟ أنا معرفش حاجة هنا. بصلي وضحك. بص يا أستاذ سليم، استنى لما نخلص شغل وبعد كده نخرج مع بعض، وإن شاء الله مشكلتك دي محلولة. وفعلا ده اللي حصل. استنيته لغاية ما خلص شغله وطلعنا من الشركة مع بعض. واحنا ماشيين في الشارع بدأ هو الكلام. شوف بقى، انت ما قدامكش غير اللوكندات اللي على قد حالها، وده طبعا علشان مرتبك يكفيك، واعتبرها إقامة مؤقتة لغاية ما ربنا ييسر الأمور وتتعود على الشغل معانا، وإن شاء الله مرتبك يزيد، ووقتها نبقى نشوف لك شقة مفروشة تكون صغيرة وتناسبك. طب هو أنا فين ألاقي اللوكندات اللي على قد حالها دي؟ عليك وعلى حي السيدة زينب، كلها لوكندات مناسبة ليك، وحظك كويس كمان، قريبة من الشركة، يعني يدوب 10 دقايق أو ربع ساعة مشي بالكتير. فضلنا ماشيين لغاية ما وصلنا لحي السيدة زينب. هنا بقى هتلاقي بدل اللوكندة 100، وشاور لي بإيده. قال لي ايه رأيك في اللوكندة دي؟ بصيت على المبنى اللي كان بيشاور عليه. كان بيشاور على مبنى قديم، كان 7 أدوار، ومكتوب على لوحة خشب قديمة كده لوكندة الأمراء. ساعتها بصيت له وضحكت. وماله، أول بختنا تبقى لوكندة الأمراء. ورحت أنا وهو ودخلنا احنا الاتنين اللوكندة. كانت قديمة، تحس إن لو واحد عطس عطسة جامدة المبنى ده كله يقع فوق دماغه. المهم رحنا على مكتب الاستقبال. وقتها كان في راجل كبير في السن قاعد، حاجة كده بتاع 80 سنة ويمكن أكتر.
كان قاعد على كرسي ورا مكتب قديم، كان مغمض عينيه ومرجع راسه وساندها على ظهر الكرسي، تحس انه نايم. علشان كده اول ما دخلت كحيت بصوت عالي: السلام عليكم يا حاج. لقيته فتح عينيه ورجع راسه لوضعها الطبيعي وبصلنا وضحك: اهلا وسهلا بيكم، اي خدمة يا حضرات؟ الاستاذ سليم من اسكندرية، وهيشتغل معانا ان شاء الله في شركة قريبة من هنا، وكنا عايزين ناخد له اوضة مناسبة يسكن فيها لغاية ما ربنا يكرمه ونلاقي له شقة مفروشة على قده كده. يا اهلا يا اهلا، شرفت اللوكاندا والله. شرفت اسكندرية يا استاذ سليم. اسمي سليم. طب ممكن البطاقة بتاعت حضرتك او اي اثبات شخصية؟ طلعت البطاقة بتاعتي واديتها له. ساعتها فتح دفتر قديم كده وبدأ يكتب البيانات في صفحة في الدفتر ده، ومن غير ما يرفع عينيه من على الدفتر سألني: وناوي تقعد معانا كام يوم يا أستاذ سليم؟ أكتب المدة ولا أسيبها مفتوحة من غير ما أحددها؟ لا لا، اكتب له أسبوع، 7 أيام، لو ملقاش سكن تاني يبقى يجدد مدة إقامته. أسبوع يعني 350 جنيه، شاملة الإقامة والخدمة وكل حاجة. حضرتك هتدفع 150 دلوقتي، والباقي لما تسيب اللوكاندا بالسلامة إن شاء الله. وفعلا طلعت الفلوس اللي طلبها وخدها مني وحطها في درج المكتب وقفلوا بالمفتاح. اتفضلوا معايا، تعالوا اوريكم الأوضة فين. مشينا وراه وطلعنا على السلم. الراجل وقتها كان بيطلع على السلالم بالعافية. وأخيرا وصلنا الدور الرابع، ومشينا في طرقة طويلة. كانت الأوض موجودة على الشمال واليمين، وفضلنا ماشيين لحد ما وصلنا آخر الطرقة عند أوضة مكتوب عليها رقم 22. فتحها بالمفتاح ودخلنا. وقتها كان موجود في الأوضة سرير وجنبه كومودينو صغير، ويدوب دولاب ضلفة واحدة، وعلى شمال الأوضة كان في حمام صغير. بعد ما شفت الأوضة وعينتها كويس وشفت الحمام، الصراحة كانت أوضة نظيفة. رحت على البلكونة وفتحتها، وساعتها حسيت براحة نفسية من منظر الحي والهوا اللي كان يرد الروح اللي جاي من الشارع. بصلي الراجل العجوز وسألني: ايه رأيك في الأوضة بقى؟ وعموما انت هتستريح من الدوشة خالص، لان مفيش في الدور ده ولا أوضة ساكنة غيرك. تمام، كله تمام، وإن شاء الله شكلنا هنستريح هنا. بصلي زميلي وقال لي: هسيبك بقى ترتب حاجاتك في الدولاب وتستريح شوية، وابقى أعدي عليك بالليل بقى علشان أطمن عليك ونقعد مع بعض شوية. بعد ما قال لي كده شكرته، وخد معاه الراجل العجوز ومشي وسابوني لوحدي في الأوضة. وأول ما خرجوا من الأوضة أول حاجة عملتها بدأت أرتب هدومي وحاجتي في الدولاب. دخلت الحمام وخدت دش بسرعة وغيرت هدومي. رحت كده فتحت البلكونة ووقفت فيها. بصراحة المنظر كان بديع. اللوكاندا كانت قريبة جدا من جامع السيدة زينب، وشكل الحي تحس انه تابلوه رسمه فنان وأبدع في رسمه. كنت حاسس ان انا تعبان مجهد كده من السفر وما نمتش كويس. قفلت البلكونة ورحت على السرير، فردت جسمي ونمت. ما حسيتش بنفسي ولا بالوقت اللي كنت فيه نايم. صحيت على صوت خبط على باب الأوضة. كنت لسه تعبان وما خدتش راحتي في النوم. فتحت عينيا مين اللي بيخبط على الباب؟ سمعت صوت زميلي في الشركة: أنا مصطفى. افتح الباب يا عم، دي الساعة بقت 8، انت كل ده ولسه نايم؟ حاضر 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 يا مصطفى أنا جاي. ورحت على الباب وفتحته، وساعتها شفت مصطفى واقف قدامي وكان بيضحك. انت لسه نايم؟ قوم يا عم وحط راسك تحت الدش علشان تفوق. غير هدومك كده بسرعة، عزمك بقى على العشاء وهفرجك على الحي اللي انت فيه ده. وفعلا ده اللي حصل. غيرت هدومي ونزلنا مع بعض.
وبعد ما اتمشينا في شوارع السيدة زينب رحنا مطعم وتعشينا. طبعا أكلنا كشري، وبعد كده قعدنا على قهوة بلدي وطلبنا الشاي. بص يا سيدي، إن شاء الله تستريح في الشغل معانا، وأي حاجة تحتاجها أنا موجود، وإن شاء الله تبقى معرفة خير. ساعتها فعلا حسيت إن مصطفى ده شخصية طيبة وخدومة، وقلت لنفسي بجد دعوة أم استجابت، ربنا يوقف لك ولاد الحلال. لقاني سرحان فبدأ يخبط على كتفي. وصلت لفين يا سليم؟ مالك سرحت في ايه؟ فقت كده وبصيت له. لا 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 ابدا، سرحت شوية بس. عموما يلا بينا بقى، انت تروح وانا ارجع على اللوكاندا، الوقت اتأخر وانا عايز انام. اهو على الاقل علشان ما اروحش اول يوم متأخر. انت عايزنا ترفد من اول يوم شغل ولا ايه؟ ضحك وقال لي لا طبعا، يلا بينا، ودفع الحساب ومشينا. وصلت اللوكاندا وودعت مصطفى ودخلت. عديت على مكتب الاستقبال، وساعتها لقيت الراجل العجوز اللي لغاية دلوقتي أنا معرفش اسمه ايه قاعد على كرسي ورا المكتب القديم، ومرجع راسه كلها على ظهر الكرسي، وكان فاتح بقه في سابع نومه. كان عمال بيشخر بصوت عالي، ومع صوت شخيره ده تحس إن بابور طحين شغال وبيلف على الفاضي. بصيت له وقلت مش هزعجه، خليه نايم. سبته ومشيت. طلعت على السلالم، وساعتها حسيت برعشة غريبة، وسمع صوت خطوات طالعة ورايا على السلالم. وقفت وبجد كنت مرعوب، واتلفت بصيت ورايا، مفيش حد، وصوت الخطوة اختفى. ساعتها قلت ايه ده، وانا كنت سامع صوت خطوات طالعة ورايا على السلم؟ طب معقول يبقى بيتهيألي؟ يا عم نفض. طلعت على السلم، ومع أول خطوة ليا على السلالم رجعت تاني أسمع صوت الخطوات وهي طالعة ورايا. ساعتها أول ما سمعت صوت الخطوات دي تاني طلعت أجري لحد ما وصلت الدور الرابع. أول ما وصلت لمحت شبح ماشي قصادي بالظبط، كان في آخر الطرقة وكان جاي ناحيتي. وقتها ما كنتش عارف أعمل إيه، أرجع تاني وأنزل من على السلالم ونادى الراجل العجوز ولا أكمل جري للأوضة. ما حسيتش بنفسي غير وانا بكمل جري على الأوضة بتاعتي. وأول لما قربت من الشبح ده لقيت في وشي بني آدم زيه. مالك يا أستاذ؟ هو أنت بتجري كده ليه؟ أنت خايف من حاجة؟ أصل وأنا طالع على السلالم سمعت صوت خطوات طالعة ورايا، ولما بصيت ما لقيتش حد طالع. ضحك ضحكة غريبة كده وبصلي. لا 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 أبدا، ما تاخدش في بالك، تلاقيها تهيؤات بس ولا حاجة. عموما ما تقلقش، انا جارك في الأوضة 21 اللي جنبك بالظبط. لو حسيت بأي حاجة ولا احتجت أي حاجة نادي بس وقول يا عب واحد. بصيت له ونظرة عينيه ما كانتش مريحاني. شكرا، شكرا يا عم عب واحد. بصلي وحسيت وقتها ان عينيه بتوسع اكتر وبتنور. والاخ اسمه ايه بقى؟ آه س- سلالم، قصدي سليم الانصاري، باشا مصر يعني. وفضل يضحك. دوكها يا عم أمير كرارة، لكن أنا اسمي كده سليم الأنصاري، تشابه أسماء يا عم. كملت في سري وقلت يا عم اللذيذ، بهزر معاك يا راجل، وانت زعلت ولا ايه؟ وعموما زي ما قلت لك، لو حسيت بأي حاجة أو احتجت أي حاجة قول يا عب واحد. قالها وسابني وراح على أوضته واللي كانت جنبي بالظبط. وأنا كمان رحت على أوضتي وفتحت الباب ولفيت علشان أقول له تصبح على خير، لكن ما لقيتوش، فص ملح وداب. ساعتها من الخوف فتحت باب الأوضة ودخلت جوه جري، قفلت الباب وجريت على مفتاح النور، نورت الأوضة وقعدت على السرير. كنت عمال أنهج وما كنتش قادر أخد نفسي. فردت نفسي بهدومي كده على السرير، وكنت بفكر في اللي حصل معايا والشخص الغريب ده اللي اسمه أبو واحد. طب وأنا هعمل إيه يعني؟ كلها كام ساعة والنهار يطلع وابقى انزل بقى واعرف ايه حكاية اللوكاندا دي ايه بالظبط. قمت وغيرت هدومي وطلعت فوق السرير وحاولت انام، وفعلا من التعب والاجهاد
كنت هنام، لكن فجأة افتكرت حاجة طيرت النوم من عيني وخلتني ادخل تحت الغطا واتكلفت بيه وما بينش مني حاجة. افتكرت كلام الراجل العجوز اللي بيشتغل في اللوكاندا لما قال لي انت هتستريح من الدوشة، لان الدور ده مفيش فيه حد ساكن غيرك. يعني الدور ده كله المفروض انه فاضي. طب عبد الواحد اللي انا لسه مكلمه دلوقتي وقال له انه نازل في الأوضة 21 جه منين؟ وقتها كنت حاسس ان قلبي قرب يقف من الخوف والرعب، وكل اللي عملته ان انا كلفت نفسي بالغطا اكتر واكتر، وكان جسمي كله عمال بيترعش. وفجأة ومن غير اي مقدمات، علشان مسلسل الرعب اللي انا فيه ده يكمل، سمعت صوت خطوات ماشية في الطرقة، كأن في واحد واخدها رايح جاي. وفجأة صوت الخطوات ده بدأ يقرب من باب الأوضة، ووقف بالظبط عند الباب. وشوية وسمعت صوت أكرة الباب بتتحرك، كأن في حد عايز يفتح الأوضة علشان يدخل. ما كنتش عارف أعمل إيه. كل اللي قدرت أعمله إن أنا استجمعت كل شجاعتي وقلت بصوت حاولت إنه يكون صوت جامد: مين؟ أنت مين يا اللي بتحرك الأكرة وعايز تفتح الباب؟ مين؟ مفيش رد، ولا سمعت حس لأي مخلوق. رد عليا، أنت مين؟ مفيش. ساعتها بدأ صوت الأكرة وهي بتتحرك يعلى أكتر وأكتر، وكأن في حد شخص مصمم إنه يفتح عليا الباب. ووقتها وبسبب الخوف كنت حاسس إن أنا غرقان في بحر من العرق، من كتر العرق اللي أنا كنت بعرقه ونازل من كل حتة في جسمي. بس خدت القرار: قوم من على السرير، على الأقل ولع النور وافتح الباب، شوف مين اللي بيحرك الأكرة وبيحاول يفتح الباب. الكلام ده قلته لنفسي، وفعلا ده اللي حصل. شلت الغطا ونزلت من على السرير ورحت على مفتاح النور وضغطت عليه، وبعد كده رحت على الباب وفتحته وانا بقول مين انت بقى؟ بس ما لقيتش حد. بصيت على الطرقة من ناحيتين، برضو مفيش حد، كانت فاضية، مفيش فيها جنس مخلوق. هو في ايه؟ هو انا بحلم ولا بيتهيألي ولا ايه اللي بيحصل؟ وقبل ما ادخل الأوضة واقفل الباب عليا تاني، لمحت شبح ظهر فجأة في أول الطرقة. أكيد ده شبح، بس شبح مين؟ ده بني آدم، بني آدم ماشي وجاي ناحيتي. وأول ما بدأ يقرب مني وأشوفه كويس اتأكدت إنه عبد واحد، واستغربت. هو مش عبد الواحد لسه دخل أوضته من شوية؟ هو خرج تاني؟ وقبل ما أتكلم وأنادي عليه لقيته اختفى، كأنه اتبخر أو الأرض اتشقت وبلعته. ولقيت نفسي بصوت بصوت عالي: عفريت، عفريت الحقوني! وجريت ودخلت الأوضة ورزعت الباب ورايا، جريت على السرير وكلفت نفسي بالغطا تاني. وكنت حاسس ان انا داخل في ماراثون جري بسبب دقات قلبي اللي كانت عالية عالية وسريعة. وفجأة وانا في الحالة دي سمعت صوت الأكرة تاني وهي بتتحرك، لكن المرة دي سمعت صوت الباب وهو بيتفتح، ونفس صوت الخطوات اللي سمعتها على السلم سمعتها وهي ماشية في الأوضة ورايحة ناحية مفتاح النور. وسمعت صوت ايد بتضغط عليه وبتطفي النور، وفعلا النور اتطفى والأوضة بقت ضلمة كحل. وبعد كده سمعت صوت الخطوات دي ماشية ناحية السرير ووقفت جنبي، كل ده وانا نايم ومتكلفت بالغطا، وسامع صوت أنفاس، في حد بيتنفس جنبي. كنت حاسس انه بيمد ايده على جسمي. ساعتها الدم نشف في عروقي من الخوف واتجمدت في مكاني، ما كنتش حتى قادر اتنفس. ومرة واحدة اتجرأت وقلت بصعوبة وانا بحاول اخد نفسي: انت مين؟ ودخلت الأوضة دي ليه؟ وعايز مني ايه؟ سمعت صوت غريب أول مرة اسمعه في حياتي: ما سمعتش كلامي ليه؟ مش قلتلك لو حسيت بأي حاجة تقول يا عب واحد؟ يعني انت عب واحد؟ لا، انا مش عب واحد ولا حاجة، رديت عليه وانا تقريبا بعيط من الخوف. طب حضرتك مين؟ وعايز مني ايه الساعة دي؟ انا عفريت عب واحد، وجيت لك علشان اقول لك. وقبل ما يكمل كلمة عفريت صوتت بأعلى صوت وقلت: عفريت الحقوني!
ورميت الغطا ونطيت من على السرير. وساعتها ما لقيتش حد خالص، نور الأوضة مولع. ما حسيتش بنفسي إلا وأنا بجري على باب الأوضة، ولما جيت أفتحه مرضيش يتفتح. وكل ما أشد الأكرة علشان أفتحه حاسس بحد واقف بره وبيشد الأكرة بكل قوته علشان يمنعني من إن أنا أطلع من الأوضة. ووقتها ما كانش قدامي غير البلكونة. جريت عليها وحاولت أفتحها، لكن نفس اللي حصل على الباب حصل في البلكونة، كأن في قوة بتمنعني من إن أنا أفتحها. وقتها ما كنتش عارف أعمل إيه، بقيت عامل زي الفار اللي وقع في المصيدة، وما كانش قدامي غير إن أنا أصوت بكل قوتي وأفضل أخبط على باب الأوضة. كنت في حالة انهيار. حد يفتح الباب، حد يخرجني من الأوضة دي، هموت، حد يروحني بيتنا. وفجأة الباب اتفتح، ولقيت الراجل العجوز اللي كان مفروض موظف الاستقبال واقف قصادي وهو بينهج، وكان بياخد نفسه بالعافية. خير يا ابني، هو ايه اللي حصل؟ أول ما الباب اتفتح ولقيته قصادي ما حسيتش بنفسي غير وانا بزقه وبجري وانا بصوت: الحقوني، عفريت، عفريت عبد الواحد طلع لي. ونزلت من على السلالم وبعدها على الشارع لغاية ما وصلت مسجد السيدة زينب. دخلت جوه بسرعة وجسمي كان كله بيتنفض. لقيت في المسجد ناس كتير قاعدة، منهم اللي بيسبح وبيذكر ربنا، وكان منهم اللي بيقرأ قرآن. أكيد كانوا مستنيين إذان الفجر واللي كان قرب وقتها. أول ما دخلت وشافوني بالمنظر ده قاموا وقفوا وهما مذهولين، وجم ناحيتي واتجمعوا: مالك يا ابني؟ هو في ايه؟ خير، اللهم اجعله خير. رديت عليهم وانا باخد نفسي بالعافية: انا. وساعتها سمعنا كلنا صوت المؤذن وهو بيأذن لصلاة الفجر، علشان واحد منهم يقول: خدوا الميضة يا شيخ سماعين وخليه يتوضى كده ويصلي الفرض معانا، وبعد الصلاة نسمع منه ونشوف حكايته. وده اللي حصل فعلا. صلينا كلنا الفجر، وبعد الصلاة قعدت معاهم في المسجد وحكيت لهم على حكايتي من أولها لحد الآخر. أول ما جبت سيرة لوكندة الأمرة دي لقيت واحد اتخض ونط من مكانه: لوكندة الأمرة؟ يعني انت ما لقيتش غير اللوكندة الملعونة دي؟ مش فاهم يعني ايه؟ دي حكاية طويلة يا ابني. من سنين السنين كده كان في راجل عجوز اسمه عم حسنين المناويشي، كان صاحب اللوكندة دي. كان راجل بخيل وما كانش مهتم باللوكندة، ومن معاملته اللي مش كويسة ما كانش حد راضي حتى انه يشتغل عنده. وكانت اللوكندة دي دايما فاضية، ما فيهاش لا زباين ولا حتى عمال بيشتغلوا فيها. وفي يوم كده، وده كان من زمن، جه واحد ونزل في اللوكندة دي واخد له أوضة. والظاهر كده وقتها ما كانش معاه فلوس وحب ينصب وما يدفعش الحساب لعم حسنين. ساعتها مسكتش على حقه واتسحب بالليل وطلع على الدور الرابع ودخل آخر أوضة. الأوضة كان رقمها 22. اتسحب بالراحة، ولما شاف عب واحد ده نايم قام دبحه من رقبته زي الفرخة. ومن يومها وبعد دخول عم حسنين السجن واللي مات فيه، ولوكندة الأمر دي مهجورة ما بيسكنهاش غير الجن والعفاريت. سكت شوية وقال لي: شبه عبد الواحد الزبون اللي ما كانش راضي يدفع الحساب. كلام ايه ده؟ انا بنفسي كنت نايم في الأوضة 22 في الدور الرابع ودافع 350 جنيه مقدم، وساعتها كان معايا زميل ليا في الشغل. ردوا عليا كلهم وقالوا لي: كلام عم زينهم سليم 100%، ده من أقدم سكان حي السيدة. طب وهدومي وحاجتي اللي سبتهم في اللوكاندا، والفلوس اللي دفعتها، والراجل العجوز اللي شفته أول ما رحت هناك؟ لقيت واحد بيبصلي وهو بيضحك: عموما المية تكدب الغطاس، شوية كده والنهار يطلع والشمس تشد حيلها في السماء، وهنروح كلنا على اللوكاندا دي وتشوف بعينيك. بعد ساعتين واحنا قاعدين في المسجد، واحد وقف من الناس اللي كانوا قاعدين معايا: يلا بينا يا جماعة نروح اللوكاندا. قمنا كلنا ورحنا على اللوكاندا. وأول ما وصلنا هناك ساعتها شاور على باب اللوكاندا المفتوح: هو ده الباب اللي انت دخلت منه؟ هزت له دماغي: طب احمد ربنا انك طلعت سليم.
مفيش حد دخلها بعد حادثة قتل عبد الواحد وما طلعش منها تاني، يا اختفى وما بلهوش أثر، يا طلع مجنون من غير عقل. طب هدومي وحاجتي اللي جوه وكمان الفلوس اللي دفعتها خلاص كده راحوا عليا؟ ساعتها اتكلم راجل وكان أكبرهم سنا: ما تخافش، احنا كلنا معاك، هنستعين بالله ونستعيذ من الشيطان الرجيم وندخل كلنا نشوف ايه اللي موجود جوه. ومن غير ما حد فينا يتكلم كلمة أو يهمس دخلنا اللوكاندا. أول ما دخلت اللوكاندا اتفاجأت. هي ما كانتش كده لما دخلتها أول مرة مع مصطفى، كانت أنضف من كده بكتير، وما كانش فيها خيوط العنكبوت بالمنظر البشع ده. أول ما بصيت على مكتب الاستقبال ساعتها شفت نفس المكتب ونفس الكرسي اللي كان قاعد عليهم الراجل العجوز، لكن كان فاضي ومليان غبار وتراب، كأن محدش قعد على المكتب ده من سنين. وقتها صوتت بأعلى صوتي وأنا بقول: شنطتي، شنطتي أهي. جريت عليها، وكانت المفاجأة إن أنا لقيت ال350 جنيه محطوطين فوق الشنطة زي ما هما. ولما بصيت على الأرض لقيت مكتوب على التراب اللي كان عليه كلمة واحدة، مكتوب: عبد الواحد. كل ده وكل الناس اللي موجودة معايا مذهولين، وفي نظرة خوف اترسمت في عينيهم، لدرجة إن في واحد فيهم قال: يلا نطلع من هنا يا اخوانا بسرعة، أنا حاسس إن أنا جسمي اتلبش وبدأت كل حتة في جسمي تقشعر وتترعش. وطبعا كلنا سمعنا كلامه وخدت الشنطة والفلوس وطلعنا بسرعة. طبعا وقتها ما كنتش عارف أقول إيه للناس الطيبة دي. بعد ما رجعت معاهم المسجد تاني وغيرت هدومي، وهناك شكرتهم علشان وقفتهم معايا ومساعدتهم ليا، وخدت نفسي وطلعت على الشركة اللي هشتغل فيها. كنت مشتاق ان انا اشوف مصطفى واحكي له كل حاجة حصلت من ساعة ما سابني امبارح. اول ما وصلت دخلت على المكتب، لقيت في بنت قاعدة على المكتب. ابتسمت لها: انا الموظف الجديد، المفروض كنت هستلم الشغل النهاردة. استاذ سليم المحاسب الجديد، اهلا بيك. شاورت على المكتب اللي قصادها وقالت لي: اتفضل، ده هيبقى مكتبك وهفهمك على كل الشغل المطلوب منك دلوقتي. قلت لها: هتعبك معايا، معلش في استفسار، هو فين الأستاذ مصطفى؟ ردت عليا وهي مستغربة: مصطفى مين؟ أستاذ مصطفى المحاسب اللي كان موجود امبارح وقاعد على مكتبك اللي انت قاعدة عليه دلوقتي، وقال لي ان هو اللي هيعلمني الشغل برضه. لقيتها بتبصلي وهي مذهولة، قالت لي: مين مصطفى؟ وصفت لها مصطفى بكل دقة. لقيتها بتبصلي وعينيها هتطلع من مكانها. مفيش موظف في الشركة هنا اسمه مصطفى، واللي بتتكلم عنه وبتوصفه ده كان فعلا موظف هنا من كام سنة فاتوا، الله يرحمه، مات في حادثة عربية، قصدي يعني عربية خبطته قصاد الشركة، وساعتها طلعوه المكتب هنا علشان يسعفوه، لكن للأسف مات قبل ما تيجي الإسعاف. ساعة لما سمعت منها كده حسيت إن الدنيا بتلف بيا. طب هو مين اللي أنا قابلته امبارح وطلعت معاه ووداني لوكندة الأمراء وتعشيت معاه بالليل؟ انت بتقول لوكندة الأمراء؟ دي اللوكندة اللي كان نازل فيها قبل ما يموت بيوم، مش اللوكندة دي اللي موجودة في حي السيدة زينب؟ أصله كان مغترب، ما كانش من القاهرة. بصت لها وسبتها ومشيت. لما لقيتني طلعت من المكتب فضلت تنادي عليا: يا أستاذ سليم، هو انت رايح فين؟ انت خفت ولا ايه؟ طلعت من الشركة على محطة رمسيس وركبت أول قطر نازل على اسكندرية. وقتها وأنا في القطر كنت بفكر وبسأل نفسي بصوت عالي: طب مين حسنين ومين عبد الواحد ومين مصطفى اللي خدني ورحت معاه اللوكاندا وتعشيت واتمشيت معاه في حي السيدة؟ معقولة كل دول عفاريت؟ يعني مش كفاية عفريت واحد؟ فقت ساعتها على صوت الكمساري: خلاص يا أستاذ، احنا وصلنا اسكندرية، كل الركاب نزلت، هو انت نايم ولا ايه؟ بصيت له من غير ما اتكلم اي كلمة، سبته ونزلت من القطر وروحت على البيت علشان ابدأ ادور على شغلانة جديدة وعفريت جديد. مش قلتلكم انا اللي بيطلع لي في كل شغلانة عفريت؟ لكن للأسف في الشغلانة دي
طلع لي قرطة عفاريت.